اليوم غادي نوريك واحد الطريقة مفيدة بزاف الا كان عندك مشكل مع لونجلي ولا الفرنسي بغيتي تترجم اي وثيقة. بقى معايا. اول حاجة انا مثلا عندي واحد الدواء بغيت نقرا مثلا هاد الدواء هذا اللي جاني بالفرنسي وبغيت نعرف شني المكونات ديالو. المشكل هو ما كاين بعض الساعات الادوية ما كيجيوش بالعربية. غادي نجي لهنايا غادي نجي لتشات جي بي تي، غادي نكليكي على هاد بليس هادي، غادي نكليكي على فوتو، غادي نجي غنقلب. انا زدت هاد الدواء هذا هنايا، ها هي دابا كيف ما كتشوف هنايا هاد الدواء هذا اللي هنايا مسجل راه بالفرنسي. انا بغيت نقرا نعرف شني في هاد الدواء هذا. اذا غادي نصيفط له ميساج وغادي نقول له واش تقدر تعطيني الشرح بالدارجه لهاد الكتابه بالفرنسي. صافي انا دابا سجلت وعطيته. انت كيف ما كتشوف ترجم لي المحتويات ديال الدواء كامل بالعربيه. ها هو المحتوى كومبوزيسيون منزوع وكذا. على التسهيلات كيعطيك الذكاء الاصطناعي يعني. وكاتب لي هنا هل ترغب ان اترجم لك النص كاملا الى الدارجه. غادي نقول له كمل لي انا بغيت الترجمه كامله للدارجه. غادي نكليك اوكي. ها هما كيف ما كتشوف هنايا يعني كيعطيك التفاصيل كامله ديال الدواء اللي صورتي، التصويره كامله ترجمه لي بالعربيه. وهادشي هذا ماشي غير على الدواء، يعني عندك اي وثيقه مثلا بالفرنساويه او لا شي تحليله ما فهمتيهاش او لا شي حاجه غير كتصورها كتعطيها لتشات جي بي تي هو غيشرحها لك بالدارجه. وهذه وحده من المميزات ديال الذكاء الاصطناعي. وشكرا.